بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله معاكم مستر محمد النجار لشرح دروس مادة الجغرافيا في المنهج بتاعكم، وإن شاء الله يكون متواجد معنا مستر خالد السعيد لشرح دروس مادة التاريخ. تمام، إن شاء الله نبدأ سنة جديدة مع بعض، وما تقلقش من المنهج. مهما كان المنهج جديد فهو جديد بالنسبة لك، قديم بالنسبة للمدرس. إن شاء الله واحدة واحدة مع بعض هنفهمك كل كلمة، هنشرح لك كل درس بالتفصيل. بعد كل درس هننزل لك فيديو حل أسئلة ومعاك لحد ما تقفل وتجيب الدرجة النهائية إن شاء الله. يلا بينا نبدأ في أول درس ونقول بسم الله. معنا أول درس في المنهج: قارة إفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. يعني إيه يا مستر؟ يعني إحنا هنتكلم على قارة إفريقيا، واضح من العنوان. طيب وهنتكلم كمان عن إيه؟ عن الموقع. موقع مين؟ موقع قارة إفريقيا. طب وهنتكلم تاني عن إيه؟ عن الكشوف الجغرافية اللي موجودة في قارة إيه؟ إفريقيا. تمام. طيب بس بص يا سيدي، قبل ما نبدأ في المنهج حتة تمهيد صغيرة كده هتساعدنا في فهم المنهج، في فهم الدرس. حتة تمهيد صغيرة هتساعدنا في فهم الدرس إن شاء الله. ركز معايا. الخريطة اللي قدامنا دي خريطة العالم. طيب خريطة العالم دي بتتكون من كام قارة؟ 7 قارات. عندي دي قارة آسيا، قارة إفريقيا، قارة أوروبا. ال3 قارات دول بنسميهم قارات العالم القديم، عارفهم طبعا. طيب بعد كده عندي أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. وال4 قارات اللي باللون الأصفر دول قارات العالم الجديد. عارف الكلام ده وأنا مستر؟ حلو. طيب هو الدرس بتاعي كان اسمه إيه؟ اسمه قارة إفريقيا. طب قارة افريقيا دلوقتي تبع قارات العالم القديم ولا تبع قارات العالم الجديد؟ لا يا مستر، قارة افريقيا تبع قارات العالم الايه؟ القديم. كويس خالص. طيب طب الدولة اللي احنا بنعيش فيها، بلدنا الحبيب، بلدنا مين؟ بلدنا مصر. مصر دي موجودة في قارة ايه؟ موجودة في قارة افريقيا. يبقى احنا عايشين في مصر، ومصر دي جزء من قارة ايه؟ افريقيا. وقارة افريقيا دي من قارات العالم القديم. تمام، حلو. ده هيساعدنا في الشرح ان شاء الله. طيب وطبعا فاكر الخط ده كان اسمه خط ايه؟ كان اسمه خط جرينتش. الخط ده كان اسمه خط جرينتش. طب بيعمل ايه الخط ده؟ ده بيقسم الكرة الأرضية لنصفين، نصف شرقي ونصف غربي. تمام. وكمان أكيد حضرتك فاكر الخط ده خط الاستواء أو دايرة الاستواء، بتقسم الكرة الأرضية لنصفين، شمالي وجنوبي. الكلام ده هيساعدنا جدا في الشرح، ركز معايا. تمام. طيب نرجع تاني لعنوان الدرس بتاعنا. قلنا هنتكلم على قارة ايه؟ قلنا هنتكلم عن قارة افريقيا. طيب الموقع والكشوف الجغرافية. خلينا في قارة افريقيا دلوقتي. انت عرفت ايه عن قارة افريقيا؟ انا عرفت يا مستر عن قارة افريقيا ان هي احد قارات العالم. عرفت عن قارة افريقيا ان هي احد قارات العالم القديم. تمام. وكمان عرفت عن قارة افريقيا ان هي دولة مصر جزء من قارة ايه؟ من قارة افريقيا. تمام. طيب قارة افريقيا دي انا مستر مساحتها قد ايه؟ قارة افريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة. قارة افريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة، بعد قارة مين؟ بعد قارة اسيا. طب لو جه سألك وقال لك اولى القارات من حيث المساحة، نقول له اسيا. اما ثاني القارات من حيث المساحة فهتبقى قارة مين؟ هتبقى قارة افريقيا. طيب يا مستر انت ما قلتليش قارة افريقيا دي مساحتها هتطلع قد ايه؟ مساحة قارة افريقيا 30.4 من 10 مليون كيلو متر مربع. دي مساحة قارة افريقيا. طيب ال 30.4 مليون كيلو متر مربع دول يطلعوا قد ايه من مساحة العالم؟ دي الكرة الأرضية كلها على بعضها. قلنا إن قارة إفريقيا دي مساحتها كمان مرة 30.4 مليون كيلو متر مربع، أي ما يعادل 20% من إجمالي مساحة القارات. يعني قارة إفريقيا دي بتاخد 20% من إجمالي مساحة القارات. يعني إيه تاني؟ يعني بتساوي خمس. يعني قارة افريقيا خمس قارات العالم. قارة افريقيا بتساوي 20% من قارات العالم. قارة افريقيا مساحتها 30.4 مليون كيلو متر مربع. تمام، كويس. طيب
يبقى انا دلوقتي عرفت كم معلومه عن قاره افريقيا، ان هي احد قارات العالم القديم، مصر جزء من افريقيا، تاني قارات العالم من حيث المساحه بعد قاره مين؟ بعد قاره اسيا. تمام. مساحه افريقيا 30.4 مليون كيلومتر مربع، اي ما يعادل 20%. تمام. اي خمس قارات الايه؟ العالم. 100. تمام. تعالى يا سيدي، احنا هنتكلم على قاره افريقيا، نخش بقى في موضوع الدرس. هنتكلم على قاره افريقيا، هناخد ايه في قاره افريقيا؟ هناخد موقع افريقيا، وناخد حاجه اسمها الكشوف الجغرافيه. طب يلا بينا نتكلم على الموقع. خلينا نتفق على حاجه، اي مكان في الدنيا له موقعين اتنين، موقع جغرافي وموقع فلكي. اذا قاره افريقيا هيكون لها موقعين اتنين، موقع جغرافي وموقع فلكي. طيب يا مستر، هو ايه هو الموقع الجغرافي؟ هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. تمام. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. يعني هنجيب قارة افريقيا كده، دي معانا قارة افريقيا. طيب هنشوف جيران قارة افريقيا، هنلاقي يحدها من الشمال حاجة اسمها البحر المتوسط. هنا كده البحر الايه؟ المتوسط. تمام. طب بيحد قارة افريقيا من الجنوب، مش هنقول حاجة في الجنوب، ملهاش جنوب. طيب يحد قارة افريقيا من الشرق، هنلاقي هنا كده في المنطقة دي كده البحر الاحمر، وفي المنطقة دي المحيط الهندي. ويحد قارة افريقيا من الغرب المحيط الاطلنطي. تمام. 100. احنا كنا دلوقتي بنتكلم في حاجة اسمها الايه؟ الموقع الجغرافي. طب ايه هو الموقع الجغرافي؟ هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، او هو الموقع بالنسبة لجيراني. يعني انا عايز اشوف جيران قارة افريقيا، جيرانها من الشمال، جيرانها من الجنوب، جيرانها من الشرق، جيرانها من الغرب. طب جيرانها من الشمال طلع مين؟ البحر المتوسط، والبحر المتوسط بيفصلها عن قارة اوروبا. يبقى البحر المتوسط ده بيفصل افريقيا عن اوروبا. حلو. وجيرانها من الجنوب قلنا مفيش في الجنوب. وجيرانها من الشرق حاجتين، خلي بالك من الشرق حاجتين، البحر الاحمر والمحيط الهندي، ودول بيفصلوها عن قارة ايه؟ اسيا. مظبوط. طيب وجيرانها من الغرب المحيط الاطلنطي، والمحيط الاطلنطي بيفصل افريقيا عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تمام. ده الموقع الجغرافي، هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. كمان مره، فاكر قاره افريقيا بيحدها من الشمال ايه؟ تمام، شاطر، البحر المتوسط. طب كان بيحدوها من الجنوب ايه؟ مفيش يا مستر، مفيش حاجه موجوده في الجنوب. طيب بيحدوها من الشرق ايه؟ البحر الاحمر والمحيط الهندي. طب بيحدوها من الغرب ايه؟ المحيط الاطلنطي. طب انت فاكر بقى البحر المتوسط كان بيفصل افريقيا عن ايه؟ عن قاره اوروبا. طب البحر الاحمر والمحيط الهندي بيفصلوا افريقيا عن ايه؟ عن قاره اسيا. طب المحيط الاطلنطي بيفصل افريقيا عن ايه؟ عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تمام. ده الموقع الجغرافي. نبص مع بعض كده. قلنا ان قاره افريقيا احد قارات العالم القديم. قلنا ان قاره افريقيا بتقع وسط قارات العالم القديم اسيا واوروبا. تاني قارات العالم من حيث المساحه بعد اسيا. ثاني قارات العالم، يعني اولى القارات من حيث المساحه هي قاره اسيا، اما قاره افريقيا هي ثاني القارات من حيث الايه؟ المساحه. مساحه قاره افريقيا 30.4 مليون كيلومتر مربع، اي 20% من مساحه القارات، وكمان بتمثل خمس مساحه القارات، خمس مساحه الايه؟ القارات. تمام. وكمان اتكلمنا عن حاجه اسمها الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي ده يعني جيرانك. انا بدلع الموقع الجغرافي ده وبسميه انا وجيراني. بندلع الموقع الجغرافي ونسميه ايه؟ انا وجيراني. يعني هنجيب قاره افريقيا ونشوف جيران قاره افريقيا. لو انت فاكر بقى، قاره افريقيا بيحدها من الشمال البحر الايه؟ المتوسط، ويفصلها عن قاره مين؟ اوروبا. ويحدها من الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي، ودول بيفصلوها عن قاره اسيا. ويحدها من الغرب المحيط الاطلنطي، ودول بيفصلوها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تمام، كلام جميل. عندنا سؤال، ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على موقع افريقيا الجغرافي؟ ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي؟ أدى ذلك إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية. أدى ذلك إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية. يا مستر أنا مش فاهم يعني إيه كلمة الملاحة؟
كلمة الملاحة دي يعني حركة السفن في المياه، إن السفينة تمشي في البحر فدي ملاحة، إن السفينة تمشي في النهر فدي بنقول عليها ملاحة. يبقى الملاحة دي حركة السفن في المياه. عندنا سؤال: ما النتائج؟ مهم. ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي أدى إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية؟ تمام. طيب نيجي للخريطة الصغيرة دي ونركز في شوية تفاصيل مهمة. أنا عندي دلوقتي قلت إن البحر المتوسط بيفصلها عن أوروبا، والبحر الأحمر والمحيط الهندي بيفصلوها عن آسيا، والمحيط الأطلنطي بيفصلها عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. خلي بالك بقى عشان قارة إفريقيا بتقترب من قارة أوروبا. قارة إفريقيا بتقترب من قارة أوروبا، بتقترب من قارة أوروبا في المنطقة دي كده مضيق اسمه مضيق جبل طارق، مضيق اسمه مضيق جبل طارق. تمام. طيب وقارة افريقيا بتقرب من قارة اسيا، تقترب من قارة اسيا عند مضيق في المنطقة دي كده اسمه مضيق باب المندب، اسمه مضيق باب المندب. طبعا خدتهم السنة اللي فاتت. يبقى انا عندي تقترب افريقيا من اوروبا عند مضيق جبل طارق، تقترب افريقيا من اسيا عند مضيق باب المندب. حلو الكلام. طيب ونخلي بالنا بقى كمان عشان قارة اسيا بتتصل، قارة افريقيا بتتصل، قارة افريقيا اللي احنا بنتكلم عليها دي بتتصل بمين بقى يا مستر؟ بتتصل عند الحتة دي كده بقارة اسيا، يعني مفيش حاجة بتفصلهم. يعني لو انت عايز تروح اسيا ماشي ينفع تروحها ماشي. طيب لو احنا موجودين في اسيا هنا وعايزين نخش قارة افريقيا هنخش ماشي. المكان ده بقى يا سيدي اسمه ايه؟ اللي احنا هنمسح الجزء ده، المكان ده اسمه شبه جزيرة سيناء. تمام. يبقى احنا دلوقتي قلنا 3 معلومات: قارة افريقيا بيفصلها، قارة افريقيا بتقترب، قارة افريقيا بتتصل. خلي بالك عشان الاسئله دي بتتكرر هتلاقيها في التدريبات كتير. طيب قارة افريقيا بيفصلها البحر المتوسط عن اوروبا، بيفصلها البحر الاحمر والمحيط الهندي عن اسيا، بيفصلها المحيط الاطلنطي عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. دي كده يفصلها، خلصنا منها. طب تعالى خش معايا بقى لتقترب، بتقرب شويه. هنلاقي ان قارة افريقيا بتقرب من قارة اوروبا عند مضيق اسمه مضيق جبل طارق، وهنلاقي ان قارة افريقيا بتقرب من قارة اسيا عند مضيق اسمه مضيق باب المندب. طبعا خدت الكلام دون السنه اللي فاتت. تمام. طيب قلنا تفصلها وقلنا تقترب، بقى ايه؟ تتصل. ممتاز. دلوقتي قارة افريقيا تتصل بقارة اسيا عن طريق منطقة هنا كده اسمها شبه جزيرة سيناء، اسمها شبه جزيرة سيناء. تمام كويس. تعال اما نشوف الكام معلومة دول. انا قلت لك تقترب افريقيا من اوروبا عند مضيق اسمه مضيق جبل طارق، تقترب افريقيا من اسيا عند مضيق اسمه مضيق باب المندب، وتتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيره سيناء، عن طريق شبه جزيره سيناء. تمام. ركز بقى معايا في شبه جزيره سيناء عشان شبه جزيره سيناء بيجي عليها سؤالين 2 بما تفسر اهم من بعض. بص يا سيدي، انا قلت لك تتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيره سيناء، داخلين على سؤالين 2 بما تفسر. تتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيره سيناء. شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية ولها أهمية استراتيجية. شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية ولها أهمية استراتيجية. إزاي الكلام ده يا مستر؟ قال لك لأن عن طريقها تدخل الثقافات والحضارات إلى إفريقيا. يبقى شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية لأن عن طريقها تدخل الثقافات والحضارات، لأن عن طريقها تدخل الثقافات والحضارات إلى قارة إفريقيا مثل الحضارة الإسلامية. يبقى شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية لأن عن طريقها تدخل الثقافات والحضارات إلى إفريقيا مثل الحضارة الإسلامية. تمام. وشبه جزيرة سيناء لها أهمية استراتيجية لأن عن طريقها تدخل الحملات العسكرية. ليه كده يا مستر؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. سيناء بتدخل لنا الحاجات الحلوة، بتدخل لنا الثقافة وبتدخل لنا الحضارة، دول حاجات حلوة. وبرضه سيناء بتدخل لنا الحاجات الوحشة اللي هي الحملات العسكرية. يعني لو في جيش أو حملة عسكرية عايزة تخش قارة إفريقيا وتاخد خيراتها هتدخل من طريق شبه جزيرة سيناء. عشان كده قلنا ان شبه جزيرة سيناء لها أهمية استراتيجية. بما تفسر لشبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية لأن عن طريقها تدخل الحملات العسكرية. طب يا مستر
ما نزعلش نفسنا، ده اما دي حلها في ايدينا. ايه يا سيدي؟ احنا لو امنا شبه جزيره سيناء، وشبه جزيره سيناء بقى فيها جيش قوي وبقى فيها امن وامان، حد هيقدر يعدي منها؟ لا يا مستر، محدش هيقدر يعدي منها. اذا امن افريقيا مرتبط بامن مين؟ سيناء. حلو. معنى الكلام ان لو سيناء متامنه كويس، قاره افريقيا هتبقى متامنه كويس وما نخافش عليها من حد. تمام. تعال اقرا معايا كده ونأكد على المعلومة. بقول لك تتصل افريقيا بسيناء باسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. طيب، وقلت لك ان سيناء دي لها اهمية حضارية، وسيناء دي لها اهمية استراتيجية. اهمية حضارية بما تفسر لانه دخل عن طريقها لمصر وافريقيا الثقافات والحضارات مثل الحضارة الاسلامية، ودي كده حاجة حلوة. سيناء بتدخل لنا حاجة حلوة. برضو هي سيناء بتدخل لنا الحاجات الوحشة اللي هي الحملات العسكرية. دخل عن طريقها لمصر وافريقيا الحملات العسكريه. طيب يا مستر، ما احنا لو امنا سيناء افريقيا هتبقى متامنه. طب تعالى نشوف كده. وبالتالي الحفاظ على امن سيناء ضروره، خلي بالك، ضروره للحفاظ على الامن القومي المصري والافريقي. يعني بالبلدي كده، لو سيناء متامنه كويس وفيها جيش قوي، محدش يقدر يعدي لا لمصر ولا لافريقيا. تمام. ده كده يا سيدي كان الموقع الجغرافي. ده كده كان الموقع الجغرافي لقارة مين؟ افريقيا. تمام. دلوقتي هنخش على حاجة اسمها الموقع الفلكي. تعالى معايا اما اشرحه لك وبعد كده نرجع نقرأ الموقع الفلكي. تمام. الموقع الفلكي. تمام. ركز معايا وصلي على سيدنا النبي وان شاء الله الدنيا بسيطه. الموقع الفلكي، الموقع الفلكي لقاره مين؟ لقاره افريقيا. طب ايه هو الموقع الفلكي الاول؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. ما المقصود بالموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. كويس. يعني هنعمل ايه يا مستر؟ يعني بكل بساطه هنرسم خريطة كده لقارة ايه؟ افريقيا. نرسم خريطة لقارة افريقيا. رسمنا خريطة لقارة افريقيا، وبعد ما نرسم خريطة لقارة افريقيا هنبدأ نرسم لقارة افريقيا خط طول من هنا وخط طول من هنا. خط طول على اولها من اليمة دي، وخط طول على اولها من اليمة دي. وكمان هنرسم دايرة عرض لافريقيا من هنا على اخر افريقيا، ودايره عرض على اول ايه؟ افريقيا. كده احنا زي الفل 100 100. ده الموقع الفلكي، هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. انا عايز اعرف قاره افريقيا بتبدا من عند خط طول كام؟ قاره افريقيا بتبدا من عند خط طول كام؟ قاره افريقيا بتبدا من عند خط طول 17 غربا. قارة افريقيا بتبدأ من عند خط طول 17 غربا لحد خط طول 51 شرقا. ممتاز 100 100. طب هو ليه يا مستر انت قلت هنا غرب وقلت هنا شرق؟ عشان انا عندي يا حبيبي حاجة اسمها خط جرينتش. الخط المنقط ده هو خط ايه؟ جرينتش. الخط المنقط ده هو خط ايه؟ جرينتش. طب ماله خط جرينتش ده؟ خط جرينتش ده اللي انا وريته لك في اول الحصه لو فاكر اهو. خط جرينتش، عايزك تفتكر معايا كده اللي انا قلته لك. خط جرينتش ده بيقسم الكره الارضيه لنصف شرقي ونصف غربي. خلاص يا مستر فهمتك. اي حاجه اليمه دي بنقول عليها شرق، واي حاجه اليمه دي بنقول عليها غرب. طب بص كده على قاره افريقيا. في حته في قاره افريقيا هنا هي، فدي هتبقى في الشرق، وفي حته صغيره في قاره افريقيا اليمه ده هي، فدي هتبقى فين؟ في الغرب. طيب اهو الخط المنقط ده خط ايه؟ جرينتش. قارة افريقيا بتبدأ من عند خط طول 17 غربا لحد خط طول 51 شرقا. قلنا هنا غربا عشان احنا غرب خط جرينتش، وقلنا هنا شرقا عشان احنا شرق خط ايه؟ جرينتش. كويس. طيب دوائر العرض بقى يا مستر. قارة افريقيا بتبدأ من عند دايرة عرض 34 ونص جنوبا لحد دايرة عرض 37 ونص شمالا. قارة افريقيا بتبدأ من عند دايرة عرض 34 ونص جنوبا ل 37 ونص ايه؟ شمالا. طب يا مستر هو انت قلت ليه هنا جنوب وهنا شمال؟ برضو يا حبيبي هفكرك
فاكر الخط اللي بالاحمر ده اللي احنا رسمناه وقلنا عليه خط الاستواء او دائره الاستواء؟ افتكرت يا مستر، خط الاستواء او دائره الاستواء اي حاجه فوقيه بنقول شمال واي حاجه تحتيه بنقول جنوب. حلو. طب بص كده على قاره افريقيا، تلاقي في حته في قاره افريقيا فوق خط الاستواء دي تبقى شمال، وحته تحتها دي تبقى ايه؟ جنوب. تمام. طيب عرفت دلوقتي انا قلت ليه هنا 34 جنوبا؟ عشان احنا جنوب دايره الاستواء، وهنا 37 شمالا، 37 ونص شمالا عشان احنا شمال دايره الاستواء. طب هي فين دايره الاستواء يا مستر؟ اهي يا سيدي، اهي دي كده دايره الايه؟ الاستواء. طب يا مستر انا ملاحظ حاجه، ملاحظ ان الجزء الاكبر من افريقيا موجود فوق دايره الاستواء. ده بدا يطلع قد ايه؟ تلتين مساحه افريقيا. اكيد الجزء اللي فوق تلتين، يبقى الجزء اللي تحت قد ايه؟ تلت. حلو الكلام. يبقى انا عندي قاره افريقيا تلتين مساحتها في النصف الشمالي، وتلت مساحتها في النصف الايه؟ الجنوبي. ده الموقع الفلكي. الموقع الفلكي. طب خلصناه زي ما الكتاب بيقول، احنا خلصناه، بس المستر عنده شويه استنتاجات عايزك تستنتجها معاه. بص يا سيدي، لو انا قلت لك مثلا كام خط طول رئيسي بيمر في قاره افريقيا؟ كام خط طول رئيسي؟ هيجي طالب يقول لي يا مستر في قاعده جغرافيه بتقول ان احنا اما نلاقي الاتجاه ده غرب والاتجاه ده شرق بنجمع على طول، لو الاتجاهين عكس بعض اجمع. طب يلا نجمع كده، ال17 زائد ال51 يطلعوا كام؟ 68 خط طول. طب السؤال بتاعك كان ايه يا مستر؟ عدد الخطوط الرئيسية المرة في قارة افريقيا. عدد الخطوط الرئيسية 68 خط طول يا مستر. لا يا حبيبي، دول كل خطوط الطول اللي بتمر في افريقيا. وجبناهم منين؟ جبناهم ان احنا جمعنا الرقم ده مع الرقم ده. طب ليه يا مستر بنجمع؟ عشان الاتجاهين عكس بعض، ده شرق وده غرب. كويس. تمام. امال انت عايز ايه يا مستر؟ انا عايز خطوط الطول الرئيسية. اول ما يسألك على خطوط الطول الرئيسية على طول تقول له هو خط طول رئيسي واحد، خط جرينتش. اما لو سألك على جميع خطوط الطول فتقول له 68 خط ايه؟ طول. فهمت؟ ده بتيجي نطبق كده في دوائر العرض. دي كانت خطوط الطول. تعال اما اشوفك فهمت كده في دوائر العرض ولا لا. طيب يا مستر شوفني في دوائر العرض. انا عندي قاره افريقيا بتبدا من عند دايره عرض كام؟ 34 ونص جنوبا لحد دايره عرض كام؟ 37 ونص شمالا. استنى يا مستر، ده جنوب وده شمال؟ الاتجاهين عكس بعض، ده جنوب وده شمال، ده في الجنوب وده في الشمال، يعني الاثنين عكس بعض. يبقى هنعمل ايه؟ هنجمع. يلا نجمع ال 34 ونص مع ال 37 وايه؟ ونص، يطلع لنا 72 دائرة عرض. يبقى انا عندي قارة افريقيا بيمر فيها كام دائرة عرض؟ 72 دائرة عرض. جبتهم منين يا حبيبي؟ يا مستر جمعنا الرقم اللي في الجنوب مع الرقم اللي في الشمال. طب يا مستر هو حضرتك لو سألتني وقلت لي قارة افريقيا بيمر فيها كام دايرة عرض رئيسية، يعني انت مش عايز الدوائر كلها؟ لا انا مش عايز الدوائر كلها في السؤال ده، انا عايز دوائر العرض الرئيسية فقط. لحظة يا مستر، انا عندي دايرة عرض رئيسية هنا كده كان اسمها دايرة الاستواء، وفاكر من السنة اللي فاتت ان انا كان عندي مدار هنا كده، شاطر، مدار السرطان. تمام. وكمان فاكر ان انا كان عندي مدار في المنطقة دي كده هنا كده اسمه مدار الايه؟ الجادي. شاطر. يبقى اللي فوق ده هو مدار السرطان، واللي تحت ده مدار الجادي، واللي في النص دي دايره الاستواء. يبقى انا عندي كام دايره عرض رئيسيه بتمر في قاره افريقيا؟ شاطر. 3 دوائر عرض رئيسيه، مدار السرطان، دايره الاستواء، مدار الايه؟ الجادي. طيب خلصنا استنتاجات؟ لا لسه، انا مش هسيبك الا لما تقفل. بص يا سيدي، مدار السرطان بيمر فين حته في قاره افريقيا؟ في شمال قاره افريقيا. مدار الجادي بيمر فين حته في قاره افريقيا؟ في جنوب قاره افريقيا. دايره الاستواء بتمر فين حته في قاره افريقيا؟ في وسط قاره ايه؟ افريقيا. تمام. يلا بينا نرجع نشوف الكلام ده في الملزمه بتاعتنا. وصلنا. تمام. ده ايه يا سيدي؟ الموقع الفلكي. ما المقصود بالموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب افريقيا بتبدا من خط طول كام لحد خط طول كام؟ حفظت؟ بتبدا من عند خط طول
17 غربا لحد خط طول 51 شرقا. طب بتبدا من دايره عرض كام لحد دايره عرض كام؟ بتبدا من عند دايره عرض 34 ونص جنوبا لحد 37 ونص شمالا. وما تنساش القاعده اللي بتقول الاتجاهين لو عكس بعض نجمع، طب لو شبه بعض اطرح. تمام. طيب ده احنا استنتجنا كم خط طول رئيسي بيمر في افريقيا؟ عندي خط طول واحد بس اسمه خط جرينتش. تمام. طب استنتجنا كم دايره عرض رئيسيه بتمر في افريقيا؟ 3. دايره الاستواء فوقيها مدار السرطان، تحتها مدار الايه؟ الجدي. تمام. طب انت لاحظت ان احنا لما رسمنا دايره الاستواء هنا في المنطقه دي، لاحظت ان تلتين مساحه افريقيا في الشمال وتلت مساحه افريقيا في الجنوب؟ لاحظت الكلام ده يا مستر؟ تمام. عندنا سؤال مهم جدا، ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة افريقيا؟ تعال اما افهمه لك. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي؟ الاول هقسم السبورة لنصين، هنا كده الموقع الجغرافي وهنا كده الموقع الفلكي. 100 100. عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لك ان انت عندك سؤالين اتنين من النتائج مهمين جدا، خايف تتلخبط فيهم. ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي؟ ما النتائج المترتبة على الموقع الايه؟ الفلكي. النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي ادى ذلك الى تحكمها في طرق التجارة العالمية. يبقى لما يجي يسألك يقول لك ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة افريقيا، تقول له ادى ذلك الى تحكمها في طرق التجارة الايه؟ العالمية. تعالى لي. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي؟ الموقع الفلكي الموقع الفلكي في ثواني كده قارة افريقيا. تمام. في ثواني كده قارة ايه؟ افريقيا. هي فين دايرة الاستواء؟ في النص هنا مستر، دايرة الاستواء. حلو. طب أشعة الشمس؟ قال لك أشعة الشمس بتبقى متعامدة على دايرة الاستواء. حلو. عمودية متعامدة على دايرة الاستواء ومائلة شمال ومائلة في الجنوب. هسألك سؤال، درجة الحرارة تبقى مرتفعة في المكان اللي الشمس متعامدة عليه ولا مرتفعة في المكان اللي الشمس مائلة عليه؟ لا أكيد يا مستر، درجة الحرارة تبقى مرتفعة في المكان اللي أشعة الشمس عمودية عليه. طب هو المكان اللي أشعة الشمس عمودية عليه اسمه إيه؟ اسمه دايرة الاستواء. معنى كده ان اكتر حته حر في افريقيا وفي العالم هي دايره الايه؟ الاستواء. وكلما اتجهنا شمالا درجه الحراره تبدا تقل، وكلما اتجهنا جنوبا درجه الحراره تبدا تقل. عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لك يا سيدي درجه الحراره هنا زي في شمال افريقيا وفي جنوبها؟ لا يا مستر. اذا المناخ في شمال افريقيا هيبقى مختلف عن المناخ في وسط ايه؟ افريقيا. طيب يا مستر، وادام المناخ مختلف يبقى المحاصيل الزراعيه مختلفه، لان في محاصيل بتحب الحر وفي محاصيل بتحب الجو البارد او المعتدل. تمام. والحيوانات هتتنوع، في حيوانات هتعيش في المناطق الحاره وفي حيوانات هتعيش في المناطق البارده. والنبات الطبيعي هيتنوع، لان في نبات طبيعي بيطلع في المناطق الحاره زي حشائش السافانا لو تفتكر، وفي نبات طبيعي بيطلع في المناطق البارده زي حشائش التندره. تمام. ما فهمتش حاجه يا مستر؟ بص يا سيدي، احنا كنا شغالين في سؤال اسمه ايه؟ ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي. فهمت منه ان المناخ هيتنوع. النتائج المترتبه على الموقع الفلكي اهو، النتائج المترتبه على الموقع الفلكي ادى ذلك الى تنوع المناخ. ولما المناخ يبقى متنوع ده هيؤدي الى ايه؟ تنوع النبات الطبيعي، تنوع المحاصيل الزراعيه، تنوع الحيوانات. خليك شاطر، هو الكلام ده جه منين؟ في مناطق حاره وفي مناطق بارده، الحيوان اللي هنا غير الحيوان اللي هنا، النبات اللي هيطلع هنا غير النبات اللي هيطلع هنا، المحاصيل اللي هنزرعها هنا غير المحاصيل اللي هنزرعها هنا. تمام. خلي بالك بقى من السؤالين دول، ما النتائج المترتبه على الموقع الجغرافي؟ ما النتائج المترتبه على الموقع الايه؟ الفلكي. تمام. السؤال اهو، ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره افريقيا؟ ادى ذلك الى تنوع المناخ وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. تمام. لحد حالا احنا خدنا الموقع الجغرافي وخدنا الموقع الايه؟ الفلكي. طيب تعالى اما نروح لعنصر جديد في الدرس اسمه اهميه موقع قاره افريقيا. عارف انت موقع قاره افريقيا؟ عارف موقع فلكي وموقع جغرافي. اهو الموقع الفلكي والموقع الجغرافي دول بقى لهم اهميه. تعالى اما نشوفها مع بعض. قاره افريقيا موقع
افريقيا، عارفه الموقع الفلكي والموقع الجغرافي لهم اهميه. موقع قاره افريقيا ليه اهميه استراتيجيه، ليه اهميه اقتصاديه، ليه اهميه حضاريه. هو ايه ده يا مستر؟ موقع قاره افريقيا ليه 3 اهميات. قاره افريقيا موقعها مهم من حيث 3 حاجات، لها اهميه استراتيجيه، لها اهميه اقتصاديه، لها اهميه حضاريه. طب هي ليه موقع قاره افريقيا ليه اهميه استراتيجيه؟ لان قاره افريقيا تتحكم في 3 ممرات مائيه مهمه. كم؟ قاره افريقيا تتحكم في 3 ممرات مائيه مهمه. طب عايز اعرفهم يا مستر؟ والله يا سيدي انت عارف. اول واحد مضيق جبل شاطر، جبل طارق. رقم 2 مضيق باب المندب. طيب رقم 3 قناة، ايوه هي اللي عندنا في مصر، قناة السويس. يبقى بما تفسر لموقع قارة افريقيا اهمية استراتيجية، جاي في التدريبات، لموقع قارة افريقيا اهمية استراتيجية لانها تتحكم في 3 ممرات مائية مهمة، لانها تتحكم في 3 ممرات مائية مهمة. مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس. تعرف انا خايف من ايه؟ خايف ان انت ما تعرفش تطلع الحاجات دي على الخريطة، يبقى مش هتعرف تحل خريطة. تعال ما اوريهم لك على الخريطة. تعال في المنطقة دهيا كده، ده مضيق ايه؟ جبل طارق. هيجي لك على الخريطة، لازم تبقى عارف مكانه. في المنطقة دي كده مضيق ايه؟ باب المندب. في المنطقة دي كده عندنا في مصر، في الحتة دي كده هنلاقي قناة اسمها قناة الايه؟ السويس. تمام ماشي. لموقع قارة افريقيا اهمية اقتصادية. تعال اما نشوف هي ليه قارة افريقيا لها اهمية اقتصادية. بسبب موقعها الجغرافي وبسبب موقعها الفلكي. يبقى بما تفسر لقاره افريقيا اهميه اقتصاديه بسبب موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي. ده احنا لسه متكلمين عليهم حالا يا مستر. بسبب موقعها الجغرافي. ليه بقى؟ لانه ادى الى تحكمها في طرق التجاره العالميه. وبسبب موقعها الفلكي لانه ادى الى تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات الطبيعي والمحاصيل الزراعيه والحيوانات. خلاص كده احنا خلصنا من الاهميه الاقتصاديه. تعال نخش على الاهميه الحضاريه. موقع قاره افريقيا ليه اهميه حضاريه؟ لان قاره افريقيا قامت على ارضها العديد من الحضارات. لان قاره افريقيا قامت على ارضها العديد من الحضارات. لا قول بالبلد يا مستر. قاره افريقيا قام عليها حضارات كتير. قاره افريقيا قام عليها حضارات كتير. عشان كده قاره افريقيا لها اهميه ايه؟ حضاريه. تاني بقى، ليه قاره افريقيا لها اهميه حضاريه؟ عشان في حضارات كتير قامت في قاره افريقيا. اديني مثال. اول حضاره عندنا في مصر اسمها ايه؟ الحضاره المصريه القديمه. ايوه كده، موجوده فين دي؟ في مصر عندنا. انا عارف ان انت عارف. تاني حضاره بقى انت مش عارف، حضاره اسمها حضاره كوش. حضاره اسمها حضاره ايه؟ كوش. طب موجوده فين دي؟ في الدوله التي تقع جنوب مصر. الى الغاز دي. ما تقول يا مستر دوله السودان وخلاص. دوله الايه؟ السودان. بروح بص على الخريطه هتلاقي السودان تقع جنوب ايه؟ مصر. تمام. بعد كده في عند حضاره اسمها حضاره اكسوم. حضاره اسمها حضاره ايه؟ اكسوم. مميزه الحضاره دي شويه، احنا مش عارفين نقول اسمها. اكسوم. طب مميزه في ايه؟ عشان كانت موجوده في دولتين. عشان كانت موجوده في كام دوله؟ دولتين. دوله اسمها دوله اريتريا، ودوله اسمها دوله اثيوبيا. يا حضاره اكسوم مميزه ليه؟ عشان موجوده في دولتين، اريتريا واثيوبيا. واخر حضاره عندي حضاره قرطاج. حضاره ايه؟ قرطاج. ايوه قرطاج. تمام. حضاره قرطاج دي موجوده فين؟ في تونس. موجوده فين؟ في تونس. تمام. عندي 3 أسئلة على السبورة قدامك أجمد من بعض. موقع قارة أفريقيا ليه أهمية استراتيجية بما تفسر لأنها تتحكم في 3 ممرات مائية مهمة. مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس. ومهم جدا تبقى عارف أماكن الممرات دي على الخريطة عشان بيسأل عليها. قاره افريقيا، موقع قاره افريقيا ليه اهميه اقتصاديه بسبب موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي. وكنا خدنا سؤالين 2 قبل كده، ما النتائج المترتبه على الموقع الجغرافي وما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي. ارجع وشوفهم ولازم تذاكر كويس. موقع قاره افريقيا ليه اهميه حضاريه. اللهم صل على سيدنا النبي. صلى على النبي. لأهمية حضارية لأن قارة أفريقيا قامت على أرضها العديد من الحضارات، مثل الحضارة المصرية القديمة ودي موجودة في مصر، أنا عارف أنت عارف. وحضارة اسمها حضارة كوش ودي موجودة في السودان. وحضارة اسمها حضارة أكسوم، وحضارة أكسوم دي موجودة في دولتين، إريتريا وأثيوبيا. وحضارة قرطاج دي موجودة فين؟ في تونس. تعال معايا. قلنا الأهمية الاستراتيجية، قلناها.
قلنا الأهمية الاقتصادية، قلناها. قلنا الأهمية الحضارية، قلناها. تمام. يا سلام، ايه الحاجات الحلوة دي؟ دور مصر في اكتشاف قارة افريقيا. ايه ده؟ ده نص الدرس التاني. خد نفسك وريح، وقف الفيديو، ذاكر اللي فات كويس، وبعد كده ارجع كمل معايا. كملش الفيديو كله ورا بعضه. تمام. عايز افكرك بس بايه؟ بعنوان الدرس: قارة افريقيا من حيث الموقع والكشوف الجغرافية. قارة افريقيا من حيث الموقع، وده اتكلمنا عنه، موقع فلكي، موقع جغرافي، اهمية الموقع، الاستراتيجية، الاقتصادية، الحضارية. تمام. الكشوف الجغرافية بقى، سمي الله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. الكشوف الجغرافية، مين اللي عمل كشوف جغرافية في قارة افريقيا؟ 3. مين اللي عمل كشوف جغرافية في قارة افريقيا؟ 3. مصر كان لها دور، العرب كان لهم دور، الأوروبيون والأوروبيين كان لهم إيه؟ دور. مصر لها دور في اكتشاف قارة أفريقيا أو في الكشوف اللي تمت في قارة أفريقيا. العرب لهم دور في الكشوف اللي تمت في قارة أفريقيا. الأوروبيين لهم دور في الكشوف اللي تمت في قارة أفريقيا. لما تيجي يلا نبدأ بمصر. قال لك يا سيدي إن مصر دهيا منذ القدم وهي بتهتم بالكشوف في قارة أفريقيا. إمتى؟ منذ القدم. إمتى يا مستر؟ منذ القدم يا سيدي. طيب، منذ القدم. طب ازاي يعني يا مستر؟ قال لك ان انا عندي في عصر المصريين القدماء، في عصر المصريين القدماء، وعندي كمان في العصر الحديث. يبقى مصر اهتمت بالكشوف الجغرافية في افريقيا امتى؟ في عصر المصريين القدماء وفي العصر الحديث. وفي العصر الايه؟ الحديث. طب قول لي كده، في عصر المصريين القدماء مين اللي اهتم بالكشوف في قارة افريقيا؟ عندي شخصيتين 2. الاول الرحالة حرخوف. اسمه يا مستر الرحالة حرخوف. تاني شخصية معايا الملك نخاو الثاني. الملك مين؟ الملك نخاو الثاني. طيب تمام. الرحالة حرخوف عمل ايه؟ خير، عمل 4 رحلات الى جنوب افريقيا. الرحالة حرخوف عمل ايه؟ 4 رحلات الى جنوب ايه؟ افريقيا. يا مستر هو يعني ايه رحالة؟ عشان انت عديتها كده في ثواني. رحالة يعني بيترحل من مكان لمكان. ايوه هي دي، بيتنقل من مكان لمكان، راجل عمال يتنقل كل شوية فبنقول عليه رحالة. يبقى الرحالة حرخوف عمل 4 رحلات الى جنوب افريقيا. عمل 4 رحلات الى جنوب ايه؟ افريقيا. تمام، 100 100. عندي ملك تاني اسمه الملك ايه؟ اسمه الملك نخاو الثاني. اسمه الملك نخاو الثاني. الملك نخاو الثاني دون عمل رحله حول قاره افريقيا. عمل رحله حول قاره ايه؟ افريقيا. قال يلا، وخد صحابه وطلعوا يلفوا حوالين قاره افريقيا. ازاي يعني يا مستر؟ اهي يا سيدي دي قاره افريقيا. مين اللي خد صحابه وقال احنا هنلف حوالين قاره افريقيا؟ الملك نخاو الثاني. طب بدأ منين؟ بدأ من البحر الاحمر. الرحله بتاعته لها بدايه ولها نهايه. رحله الملك نخاو الثاني حوالين قاره افريقيا لها بدايه ولها نهايه، هتجيلك في الاسئله. بدأت رحله الملك نخاو الثاني من البحر الاحمر، وفضلت ماشيه 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 ماشيه. استنى يا مستر، انت عديت على حاجه هنا جاي لي في التدريبات اسمها ايه؟ الحته اللي احنا عدينا عليها دي اسمها مضيق موزمبيق. الحته دي اسمها مضيق موزمبيق. موزمبيق. تمام، كمل يا مستر. بدأنا من البحر الأحمر، لفينا حوالين قارة أفريقيا، عدينا من مضيق اسمه مضيق موزمبيق هنا في المنطقة دي كده أهو. تمام، وعدينا عدينا على مكان هنا كده هقول لك اسمه إيه دلوقتي كمان شوية، ورحنا جايين مكملين ورجعنا من مضيق اسمه مضيق جبل إيه؟ طارق. يبقى الرحلة بدأت من البحر الأحمر وعادت من مضيق جبل طارق، وهي ماشية في الطريق عدت على حاجتين 2. مضيق اسمه مضيق موزمبيق، والمكان ده انت قلت لي هتقول لي اسم المكان ده اسمه رأس الرجاء الصالح. يقوم المكان ده اسمه رأس الرجاء الصالح. تمام، بس احنا مش عايزين المعلومه دي دلوقتي، خليها بس معاك كده لحد ما وقتها يجي. يبقى انا عندي دور مصر في اكتشاف قاره ايه؟ افريقيا. دور مصر كان موجود في فترتين 2. عصر المصريين القدماء اهيا. تمام، وعندي كمان موجود فين؟
موجود في العصر الحديث، في العصر الايه الحديث. في عصر المصريين القدماء كان عندي شخصيتين. مين هم الشخصيتين اللي عندي؟ الرحالة حرخوف، وده عمل 4 رحلات هم نحو الجنوب، وده من أوائل المصريين اللي اكتشفوا أجزاء من إفريقيا. وبعد كده الملك نخاوي الثاني بعت بعثة يعني مجموعة من الناس أو مجموعة من السفن للدوران حول إفريقيا. بدأت منين؟ من البحر الأحمر، ورجعت منين؟ من مضيق جبل طارق. وعدت على إيه؟ خلي بالك، على المنطقة دي كده مضيق اسمه مضيق موزمبيق، عشان جاي لك على الخريطة، مضيق موزمبيق. تمام، نرجع تاني. انا كنت بقول لك ايه هنا؟ كنت بقول لك الكشوف الجغرافيه، مصر كان لها دور من امتى؟ منذ القدم. طب دلل. حيث قام المصريين القدماء باكتشاف قاره افريقيا، زي الرحاله حرخوف، وانت عرفت عمل ايه، والملك نخاوي الثاني لما عمل رحله حوالين قاره افريقيا وعدى على مضيق موزمبيق. تمام. طيب ما شرحتلناش يا مستر في العصر الحديث الاول المصريين القدماء قدروا يوصلوا للسودان والقرن الإفريقي والحبشة والمنابع الاستوائية والسواحل الإفريقية. دي يا سيدي الأماكن اللي المصريين القدماء وصلوا لها. دي الأماكن اللي المصريين القدماء وصلوا لها. عد معايا كده: السودان، القرن الإفريقي. إيه القرن الإفريقي دي؟ القرن الإفريقي دي مقصود بها الصومال وجيبوتي، ومعهم كمان كام دولة كده. القرن الافريقي الصومال وجيبوتي. طب انا عايز اشوفها على الخريطة اهي، ولا تزعل نفسك. شايف انت المنطقة اللي طالعة دي كده، الحتة دي كده، السن اللي طالع ده او الرأس اللي طالع دي بنقول عليها القرن الايه الافريقي. اديك شفت مكانها على الخريطة. طيب عد معايا تاني كده: المصريين القدماء اكتشفوا ايه او وصلوا لايه؟ للسودان، للقرن الافريقي، للحبشه، للمنابع الاستوائيه، للسواحل قاره افريقيا، لانهم كانوا بيلفوا حوالين قاره افريقيا، فلفوا على كل السواحل في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب كمان. تمام. بعد كده عندي الكشوف اللي مصر عملتها في العصر الايه الحديث. هو انا في العصر القديم، في عصر المصريين القدماء، كان عندي كام شخصيه؟ 2: حرخوف ونخاوي الايه الثاني، ما تنساهمش. في العصر الحديث عندي شخصيتين برضه. في العصر الحديث ده هو عندي ايه؟ عندي شخصيتين. واحد اسمه محمد علي، واحد اسمه الخديوي اسماعيل. من الخديوي اسماعيل ده؟ حفيد محمد علي. من الخديوي اسماعيل ده؟ حفيد محمد علي. طيب يبقى انا في عصر المصريين القدماء كان عندي شخصيتين، وفي العصر الحديث برضو عندي ايه؟ شخصيتين. طب يلا نشوف محمد علي عمل ايه. قال لك محمد علي بعت رحلات لوسط افريقيا. محمد علي بعت رحلات لوسط افريقيا، ونجحت حملات محمد علي في اكتشاف النيل الابيض. نجحت حملات محمد علي في اكتشاف النيل الابيض. تمام. ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. ما النتائج المترتبة على رحلات محمد علي إلى إفريقيا؟ أدى ذلك إلى اكتشاف النيل الأبيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. طب رسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان دي أنا فاهم، رسمنا خريطة لنهر النيل من أول مصر عندنا لحد جنوب الإيه السودان. أما اكتشاف النيل الأبيض دي ما أناش فاهمها. بص يا سيدي، النيل الأبيض ده نيل في قلبه ميه عذبه، بيصب الميه العذبه بتاعته في قلب نهر النيل اللي بيجي عندنا مصر. يبقى النيل الابيض في قلبه ميه عذبه، بيصب الميه العذبه بتاعته في نهر النيل اللي بيجيبها ويجي عندنا فين؟ مصر. سؤال مهم: ما النتائج المترتبه على الرحلات اللي ارسلها محمد علي الى افريقيا؟ ادى ذلك الى اكتشاف النيل الابيض ورسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. تمام. تعال اما نروح لحفيد محمد علي، اسمه ايه؟ الخديوي اسماعيل. عمل ايه؟ عمل زي محمد علي، ارسل رحلات الى افريقيا وقدر يوصل لمنابع النيل. ايه منابع النيل اللي احنا عمالين نكررها دي، او المنابع الاستوائيه؟ منابع النيل او المنابع الاستوائيه ده المكان اللي الميه بتجينا منه. المكان ده الامطار بتسقط عليه، والامطار لما تسقط عليه بتجينا وتوصل لحد مصر، بنقول عليها منابع النيل. المكان اللي النيل بينبع منه، او المنابع الاستوائيه عشان هي قريبه من دايره الاستواء. تمام. الخديوي اسماعيل ارسل رحلات الى افريقيا ووصل الى منابع الايه النيل. وكمان الخديوي اسماعيل ده كان جامد جدا، الحكم بتاعه وصل حتى
الدايره اسمها دايره ايه؟ الاستواء. حكم الخديوي اسماعيل وصل جنوب دايره الاستواء، وصل جنوب دايره الاستواء. يعني ايه الكلام دون؟ يعني الخديوي اسماعيل كان بيحكم من اول مصر في الشمال لحد جنوب دايره الاستواء. كان راجل جامد جدا. تمام، 100 100 كده يا سيدي. احنا خلصنا الكشوف الجغرافيه اللي مصر عملتها في العصر المصريين القدماء وفي العصر الحديث. كان عندي محمد علي باشا ارسل رحلات لاكتشاف منابع النيل، والخديوي اسماعيل حفيد محمد علي اهتم باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه الى جنوب دايره الاستواء. تمام. طب ما النتائج المترتبه؟ في سؤال هنا، ما النتائج المترتبه على حملات محمد علي؟ اكتشاف النيل الابيض ورسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. تمام. نشوف اللي بعده. السؤال اهو، ما النتائج المترتبه على ارسال محمد علي باشا رحلات لاكتشاف منابع النيل؟ ادى الى اكتشاف النيل الابيض ورسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. تمام. طيب فاكر انت دي؟ فاكر يا مستر؟ انا نسيت كل حاجه. هي نسيت الكشوف الجغرافيه. نكبر لك شويه كده. تمام. الكشوف الجغرافيه قلت لك مين اللي عمل كشوف جغرافيه؟ مصر. حلو، اتكلمنا عنها في عصر المصريين القدماء وفي العصر الحديث. مالكش حاجه، تركز معايا في اللي جاي. دلوقتي هنتكلم على مين؟ على العرب. العرب اكتشفوا حاجات في افريقيا؟ طبعا العرب اكتشفوا حاجات في افريقيا. تعال اما نشوف كده العرب عملوا ايه. العرب مين بالظبط في العرب اللي عمل كشوف في افريقيا؟ اول حاجه عند الرحاله. الرحاله قلناها من شويه لما كنا بنقول الرحاله حرخوف، والرحاله الناس اللي بتتنقل من مكان لمكان. ايه؟ طيب العرب الرحاله. تاني حاجه، اللهم صل على سيدنا النبي، الرحاله والقوافل العربيه. والقوافل الايه؟ العربيه. تالت حاجه الممالك الاسلاميه. حلو، يبقى انا عند العرب عملوا كشوف في قاره افريقيا. كل ده يا مستر حاجات سهله. العرب عملوا كشوف في قاره افريقيا، كشوف جغرافيه. مين اللي عمل؟ الرحاله العرب، القوافل العربيه، الممالك الاسلاميه. طب الرحاله دول زي مين؟ اسم حلو قوي هيعجبك. تفتكر اسمه ايه؟ اسمه ايه الراجل دون؟ اسمه ابن بطوطه. اسمه ابن بطوطه، اسمه ابن بطوطه. طيب ابن بطوطه دون عمل ايه؟ عمل رحله في شمال افريقيا. عمل رحله في شمال افريقيا. طب وعمل ايه تاني الراجل المغامر ده اللي عمال يتنقل من مكان لمكان ده؟ عمل رحله لشمال افريقيا وكمان اخترق الصحراء. اخترق الايه؟ الصحراء من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، حتى وصل الى دوله اسمها دوله مالي. حتى وصل الى دوله اسمها دوله مالي. تمام. يبقى انا عند الرحاله واحد اسمه ابن بطوطه عمل ايه؟ عمل رحله في شمال افريقيا وكمان اخترق الصحراء لحد ما وصل الى دوله اسمها دوله مالي. خلي بالك عشان هتنساها كمان شويه. تمام. وكمان عندي واحد اسمه المسعودي. اسمه الايه؟ المسعودي. ده من اوائل الرحاله العرب اللي زاروا افريقيا وكتبوا عنها. يجي يقول لك من اوائل الرحاله اللي زاروا افريقيا وكتبوا عنها المسعودي. يجي يقول لك من اللي عمل رحله في شمال افريقيا؟ ابن بطوطه. من اللي اخترق الصحراء من الشمال للجنوب ووصل الى دوله مالي؟ ابن بطوطه. طب حاجات سهله خالص. طيب تعالى بعد كده اما نخش على ايه بقى يا سيدي؟ بص معايا كده على القوافل الايه؟ العربيه. القوافل العربيه دي الناس اللي راحه بتجاره والناس اللي جايه بتجاره. الناس اللي راحه بتجاره بنقول عليهم قافله، والناس اللي راجعه بتجاره بنقول عليهم ايه؟ قافله. التجار دول بيحبوا يتنقلوا كتير، فمن خلال ان هم بقوا بيتنقلوا كتير فاكتشفوا حاجات. كل شويه يروحوا مكان فاكتشفوا حاجات في قاره افريقيا. عندي ناس عندي حاجه اسمها القوافل العربيه. قدروا يوصلوا للسودان، للحبشه، لجزر القمر. جزر الايه؟ القمر. تمام. يبقى القوافل العربيه قدرت تكتشف السودان، الحبشه، جزر القمر. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها الممالك الاسلاميه. الممالك الاسلاميه، طب ودي اكتشفت ايه؟ لا هو قصده يقول لك يعني ان الاسلام وصل فين في قاره افريقيا؟ راح لحد فين في قاره افريقيا؟ فهنقول له ان الاسلام بدأ من السواحل الشرقيه لقاره مين؟ اكيد يعني قاره افريقيا هي اللي بنتكلم عليها، ما بنتكلمش عليها من اول الدرس. وصل للسواحل الشرقيه لقاره افريقيا لحد المنابع الاستوائيه.
لحد المنابع الايه الاستوائيه. يبقى الممالك الاسلاميه او الاسلام وصل من السواحل الشرقيه لافريقيا لحد المنابع الاستوائيه. طب تمام، مفيش حاجه في الغرب اليمه دي؟ في حاجه في الغرب، في بعض الممالك الاسلاميه فين حته في الغرب. طب ما تصبر كده اما نستنتج حاجه كويسه. انت بتقول لي ان الاسلام كان موجود في السواحل الشرقيه، ودلوقتي رجعت تقول لي ان الاسلام وصل لبعض الممالك الاسلاميه في الغرب. اذا الاسلام كان موجود في شرق افريقيا وفي غرب ايه افريقيا، وما تنساش ان هو وصل للمنابع الايه الاستوائيه. تمام كده احنا اتكلمنا على مين؟ على دور العرب. طيب العرب دول مالهم؟ اكتشفوا حاجات في افريقيا. مين اللي اكتشف؟ الرحاله، القوافل العربيه، الممالك الاسلاميه. بص معايا كده اهو دور العرب: الجغرافيون والرحالة. الجغرافيون بتوع الجغرافيا اللي هو احنا يعني، تمام، والرحالة العرب. تمام، الرحالة العرب عندي اتنين، واحد اسمه ابن بطوطة، انا عارف ان اسمه عاجبك، واحد تاني اسمه المسعودي. تمام، ابن بطوطة عمل رحلات في شمال ايه افريقيا، واخترق الصحراء منين لفين؟ من الشمال للجنوب، ووصل الى دولة اسمها نسيت اسمها دولة مالي. تمام، المسعودي من أوائل الرحالة العرب الذين زاروا إفريقيا وكتبوا عنها. تمام، بعد كده القوافل العربية، الناس اللي بتتنقل بتجارتها بالتجارة، وصلت إلى السودان والحبشة وجزر القمر، القمر. تمام، الممالك الإسلامية امتدت من السواحل الشرقية لقارة إفريقيا حتى هضبت البحيرات الاستوائية. المنابع الاستوائية، المنابع اللي نهر النيل بيجي من عندها. تمام، وبعض الممالك فين؟ في الغرب. 100. بعد كده عندي مين؟ دور الأوروبيين. جم منين دول؟ احنا مش هنخلص بقى يا ابني، ما انا قلت لك الكشوف الجغرافية دي كان في 3: دور مصر في الكشوف الجغرافية في افريقيا، دور العرب، ودور خلصناهم. بين دور الأوروبيين بقى هنقولها في ثواني كده وخلاص. طيب دور الأوروبيين تعال اما اوضح لك. صلى على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. دور الأوروبيين 100. طب هم الأوروبيين مالهم ومال إفريقيا؟ هم في قارة وإحنا في قارة، هتفهم ده بس في الآخر. تمام، دور الأوروبيين مين هم بقى الأوروبيين؟ عندي ناس اسمهم البرتغاليون، وعندي ناس اسمهم الإنجليز، وعندي ناس اسمهم الفرنسيين، وعندي ناس اسمهم الهولنديين. تمام، يبقى أنا عندي الأوروبيين في البرتغاليون وفي الإنجليز والفرنسيين والهولنديين. طب هو اللي احنا مش بناخدهم على بعض؟ قال لك لا، احنا ناخد البرتغال لوحدها وانجلترا وفرنسا وهولندا لوحدها. تمام، البرتغال طبعا انا عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي، بتفكر في النجم بتاعك رونالدو من البرتغال. يا عم ركز معايا، مش موضوعنا، احنا عايزين نشوف البرتغال عملت ايه في افريقيا. تمام، البرتغاليون جم لقارة افريقيا وبدأوا يعملوا ايه؟ اكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح. يا مستر ده الاسم اللي انت قلته لي من شويه، ايام الملك نخاوي الثاني، وقلت لك خليه معاك عشان نحتاجه. تمام، احنا محتاجينه بقى في الحته دي، مش عايزينه احنا هناك. تمام، يبقى انا عندي البرتغاليين دول من اوروبا اكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. طب هم ليه البرتغاليون جم اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح؟ عشان يوصلوا للهند، الهند. هو اللي دخل الهند في الموضوع؟ لا ده انت تجيلي بقى، خليك بس فاكر ان انا بكلمك على البرتغاليين مكانهم فين حته؟ بص كده، مكانهم في المنطقه دي هنا كده البرتغاليين. فالبرتغاليين قال لك احنا عشان نروح الهند. ايوه، بيروحوا الهند ليه؟ الدوله اللي شبه رقم 7 دي دوله الهند. البرتغاليين بيروحوا الهند ليه؟ انت لازم تفهم الكلام ده. الهند دي دوله كبيره وفيها ثروات كتير وخيرات كتيره، فالبرتغاليين بيروحوا الهند يجيبوا الخيرات دي والثروات دي وياخدوها يرجعوها بلدهم تاني. فكانوا بيعدوا منين؟ كانوا بيعدوا من البحر المتوسط ويعدوا من عندنا من مصر، وبعد كده يخشوا في البحر الاحمر وهوبا يوصلوا لهند. لفه صغيره وحلوه و100، بس بيدفعوا فيها فلوس، لانهم بيعدوا منين؟ بيعدوا من عندنا من مصر، فادام بتعدي من عندي من مصر يبقى هتدفع فلوس. تمام الكلام دون. طيب يوم البرتغاليين ناس مش عايزه تدفع فلوس، فتلف من طريق حوالين قاره افريقيا كده. المفروض السهم ده يخش من هنا. اسمه ايه بقى المضيق دون؟ تمام، فكر فيه كده على مهلك، وما تعرفه ابقى قول لي عليه.
يلفهم هنا كده، يلفهم ويعدوا من المضيق دون لحد ما يوصلوا لدوله اسمها دوله الايه؟ الهند. تمام. اهي اللفه اللي البرتغاليين عملوها دي اسمها طريق راس الرجاء الصالح. طب على فكره احنا سبقنا البرتغاليين. ايوه، مين اللي سبقهم؟ الملك نخاوي الثاني. نخاوي الثاني. طب ما تيجي تاخد لك سؤال حلو مش هتلاقيه عند اي حد. دلل سبق المصريين القدماء الأوروبيين المقصود بهم البرتغال على فكرة، سبق المصريين القدماء الأوروبيين في الكشوف الجغرافية. عندك دليل ان احنا كمصريين جامدين قوي، ان احنا كمصريين عملنا كشوف جغرافيه قبل البرتغال اللي هم في اوروبا؟ عندي دليل. حيث قام الملك نخاوي الثاني برحله للدوران حول قاره ايه؟ افريقيا، استمرت لمده 3 سنوات الرحله دي بالمناسبه. تمام. بعدنا بسنين كتيره جدا جدا جم البرتغاليون عملوا نفس اللفه دي. تمام، عملوا نفس اللفه دي. تمام، يبقى انا عند البرتغاليين اكتشفوا طريق راس الرجاء الايه؟ الصالح عشان يوصلوا للايه؟ للهند. طب انت فهمت هم عايزين يوصلوا للهند ليه؟ عشان ياخدوا خيراتها وثرواتها. تمام، 100 100. بص يا سيدي، البرتغاليين اول ما بداوا يعملوا كشوف، الكلام ده كان ايام واحد اسمه هنري الملاح. واحد اسمه هنري الايه؟ الملاح. ما تحسش ان ده اسم ملك، تحسه واحد صاحبك كده، هنري الملاح. تمام. يبقى البرتغاليين اول ما عملوا الموضوع ده كان في عهد واحد اسمه هنري الملاح. خلي بالك ما تنساش الاسم ده. والكلام ده كان في القرن ال15، والكلام ده كان في القرن الكام؟ ال15. بعد هنري الملاح بفتره طويله اكتشفنا طريق راس الرجاء الصالح 1498، يعني في نهايه القرن ال15. يبقى اول ما بدانا كشوف كانت في عهد هنري الملاح في بدايه القرن ال15. بعده بفتره طويله جدا في نهايه القرن ال15 بقى سنه كام بالظبط؟ 1498 ميلادي تم اكتشاف طريق راس الرجاء الايه؟ الصالح. كده احنا خلصنا من مين؟ من البرتغاليين. طيب خلاص، هما البرتغاليين كانوا كتار شويه، بس اللي جاي بقى ايه؟ سهله. معايا كمان الانجليز، الفرنسيين، الهولنديين. قال لك ان الكشوف توالت، الكشوف تتابعت. انجلترا، فرنسا، هولندا عمالين يعملوا كشوف. طيب عمالين يعملوا كشوف ليه؟ فضلوا يعملوا كشوف لحد ما وصلوا الى منابع النيل. فضلوا يعملوا كشوف لحد ما وصلوا الى منابع النيل. قال لها هي ايه الحكايه؟ هو كله عايز يوصل لمنابع النيل؟ خلي بالك بقى عشان في وجه شبه. محمد علي وصل لمنابع النيل، الخديوي اسماعيل حفيد محمد علي وصل لمنابع النيل، الانجليز والفرنسيين والهولنديين وصلوا لمنابع الايه؟ النيل. طيب خلي بالك من اوجه الربط دي. ماشي. قبل ما نشرح الاوروبيين، انت قلت لي هو ليه الاوروبيين في قاره اوروبا جايين يعملوا كشوف عندنا في قاره افريقيا؟ تعال اما اقول لك، بس ما تزعلش. لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. عرفت هم جايين يعملوا عندك كشوف ليه؟ عشان يدونا على قفانا وياخدوا الخير بتاعنا اللي في القاره بتاعتنا، وياخدوا الثروات والمعادن ومصادر الطاقه والفحم والبترول والحاجات الحلوه دي كلها يودوها قاره اوروبا. يبقى بما تفسر اهتم الاوروبيين بالكشوف في قاره افريقيا لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. تمام. طب هم الاوروبيين دول مين؟ البرتغال، انجلترا، فرنسا، هولندا، ايطاليا، كل الدول الاوروبيه. تمام. حصل بينهم ايه بقى؟ حصل بينهم ان هم لما جم قاره افريقيا بداوا يتخانقوا، بدا يبقى في بينهم صراع. بدا يبقى في بينهم ايه؟ صراع يعني خناقه. بين مين؟ بين الدول الاوروبيه. بين الدول الاوروبيه. تمام. الدول الاوروبيه كل واحده عايزه تنهب الخيرات لوحدها. تمام. دي عايزه تاخد حته، ودي عايزه تاخد حته، ودي عايزه تاخد حته. فنتج عن الصراع ده تقسيم افريقيا. فنتج عن الصراع ده تقسيم افريقيا الى دول مختلفه المساحه. قسموا لنا قاره افريقيا الى دول مختلفه المساحه. تمام. شغال. يعني ايه 5 دقايق ونخلص درس؟ لا سيبه، عادي عادي عادي. قدامنا بالظبط 10 دقايق ونخلص الدرس. تمام كده؟ ماشي؟ تمام، شغال. طيب انا بقول لك بقى ايه؟ الناس اللي في اوروبا جايين يعملوا كشوف عندك في قاره افريقيا. ده الناس الرخمه دي، ما هي الناس دي بتدور على مصلحتها. بما تفسر اهتم الاوروبيون بالكشوف في قاره افريقيا لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. تمام. كل الدول الاوروبيه جت عندك قاره افريقيا، بداوا يتخانقوا مع بعض.
دي عايزه تاخد ودي عايزه تاخد. قالوا احنا نوصل لحل ان احنا هنقسم قاره افريقيا لدول مختلفه المساحه، دول كبيره على دول صغيره. تمام. وكل دوله من دول اوروبا تاخد لها حته في افريقيا. حلو الكلام. طب بقول لك ايه، هو انت لما تكون قاعد في بيتك في امان الله وتلاقي واحد حرامي دخل عليك، خد الاكل اللي في بيتك وخد الفلوس اللي معاك ولما كل الحاجات اللي في البيت ومشي، انت وضعك هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى فقير ولا هتبقى غني؟ هبقى فقير. هتبقى فقير عشان انت فقير ومعكاش، ولا هتبقى فقير عشان حد جه سرقك؟ هبقى فقير عشان حد جه سرق. ده نفس اللي حصل في افريقيا. اوروبا جت سرقت خيرات افريقيا، وبالتالي قاره افريقيا اصبحت قاره فقيره. قاره فقيره عشان هي فقيره؟ لا، هي قاره فقيره عشان هم جم سرقونا. خلي بالك من السؤال دوت. ما النتائج المترتبه على نهب خيرات افريقيا؟ ما النتائج المترتبه على نهب خيرات افريقيا؟ هغير لك اللون عشان ما تتوهش منش. ما النتائج المترتبه، ده سؤال ما النتائج يا سيدي، ركز معايا. ما النتائج المترتبه على نهب خيرات افريقيا؟ ادى ذلك الى اصبحت قاره افريقيا قاره فقيره رغم تعدد الموارد بها. شفت؟ قاره افريقيا فيها موارد كتير، فيها خيرات كتير، ومع ذلك بقت فقيره عشان في ناس جت سرقتنا. تمام. الصفحه دي فيها 5 6 كلمات بس نار، ركز معايا عشان اقولهم لك سؤال. بما تفسر. اول سؤال، بما تفسر قاره اوروبا بتيجي تعمل كشوف في قاره افريقيا لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. طيب ده اول سؤال بما تفسر وعرفناه. طيب ما النتائج المترتبه على الصراع بين الدول الاوروبيه؟ ما النتائج المترتبه على الصراع بين الدول الاوروبيه؟ ادى ذلك الى تقسيم افريقيا الى دول مختلفه المساحه. بعد كده طيب كل الدول الاوروبيه جت عندنا، لما جت عندنا نهبت خيرات افريقيا. ما النتائج المترتبه على قيام الدول الاوروبيه بنهب خيرات افريقيا؟ ادى ذلك الى اصبحت قاره افريقيا قاره فقيره رغم تعدد الموارد بها. انت عندك موارد بس اتسرقت، فهتبقى فهتبقى فقير. تمام. نخش على اخر حته معانا، الخريطه السياسيه لافريقيا. ايه الخريطه السياسيه دي؟ الخريطه السياسيه دي ملخصه. شفت لما الدول الاوروبيه قسمت افريقيا لدول مختلفه المساحه، ان احنا نجيب خريطه افريقيا ونقسمها لدول بنقول عليها خريطه سياسيه. طب قاره افريقيا فيها كام دوله؟ هقول لك شويه ارقام كده تخلي بالك منهم. قاره افريقيا فيها كام دوله؟ فيها 54 دوله. حلو. اكبر دوله فيهم الجزائر، وفي دوله بتقع شمال شرق افريقيا بلدنا الحبيبه مصر. طب مصر دي من الدول الكبيره ولا من الدول الصغيره؟ لا، مصر دي من الدول الكبيره. كبيره في ايه يعني؟ مساحتها كبيره يعني. بس خلي بالك اكبر دوله من حيث المساحه هي دوله الجزائر، ودي انت خدتها السنه اللي فاتت في خريطه الوطن العربي. تمام. قاره افريقيا فيها كام دوله؟ 54 دوله. قال لك الدول دي بقى احنا بنقسمها تقسيمه حلوه كده. دول حبيسه، تمام، ودول تطل على البحار والمحيطات. يعني ايه دول حبيسه؟ يعني دول حبيسه مقفوله على نفسها، لا بتطل على بحر ولا بتطل على محيط. وفي دول تانية بتطل على البحار والمحيطات. كده انت فهمت الدول اللي احنا بنقسمها لدول حبيسه ودول بتطل على البحار والمحيطات. احنا كل الكلام ده بفضل الله خلصناه، ده فضل من ربنا علينا الحمد لله. ركز معايا في الخريطه اللي قدامك دي، الخريطه السياسيه. طب الخريطه السياسيه يعني ايه؟ يعني قاره افريقيا متقسمه لدول. فاكر مين اللي قسمنا؟ الدول الاوروبيه، عشان كانوا بيتخانقوا مع الثروات اللي عندنا. تمام. قاره افريقيا بتتكون من كام دوله؟ 54 دوله، واكبر دوله فيهم هي دوله الجزائر. وعندي دوله اسمها دوله مصر بلدنا بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقاره افريقيا. خلي بالك ده هي مصر بتطل على مسطحين مائيين، عشان هيجي يسألك فيها. بتطل على مسطح مائي وهو البحر المتوسط، ومسطح مائي تاني وهو البحر الأحمر. مصر لها بحرين، لها مسطحين مائيين، شمال البحر المتوسط، في الشرق كده البحر الأحمر، عشان هيجي يسألك عليه. طيب تمام، حلو الكلام، ماشي. بص يا سيدي، فاكر الكشوف الجغرافية بدأت بدور مصر، دور العرب، دور الأوروبيين. احنا خلصناهم كلهم الحمد لله. فاكر انت دور مصر؟ دورها بيتجدد تاني، ومصر بقى لها دور في الوقت الحالي، دور كبير جدا في قارة افريقيا. وتم انتخاب مصر سنة 2019
لرئاسه الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي شايف انت ال 54 دوله دول كلهم مع بعض كده بيعملوا اتحاد بنسميه اتحاد افريقي. مين بقى رئيس الاتحاد الافريقي سنه 2019؟ اكيد مصر. مين رئيس الاتحاد الافريقي سنه 2019؟ مصر. طب مصر هي الرئيسه. مصر تستغل ده في ايه بقى؟ تستغل ده في تعميق العلاقات وتحقيق التنميه المستدامه. مش مصر هي رئيسه الاتحاد الافريقي؟ مصر هي رئيسه الاتحاد الافريقي. فدي فرصه مناسبه جدا ان مصر تعمق العلاقات، يعني تطور العلاقات وتقوي العلاقات بينها وبين دول قاره افريقيا، وكمان تعمل تنميه مستدامه. تعمل تنميه مستدامه. كده بفضل الله، بفضل الله وحده خلصنا اول درس في المنهج. الموقع والكشوف الجغرافيه. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. ويا رب تكونوا استفدتم. واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير.